أثناء تناول الشاب للوعاء الساخن، اكتشف وجود غشاء الواقي في الحساء، مما جعله مذهولا. وعندما رأت شريكة الموعد ذلك، غادرت على الفور. لم يتوقع أن تحريك العيدان مرتين سيخرج قطعة لحم. وعندما أدرك أن كل ما يفكر فيه يظهر على سطح الحساء، جرب أن يهمس لنفسه بكلمة سرطان البحر، وفوجئ بخروج سلطعون ملكي. أما الأكثر دهشة فعندما قال كلمة محفظة، ظهرت من الوعاء محفظة مغطاة بزيت الفلفل الحار. خطرت للشاب فكرة، فنادى على النادل وطلب أن يأخذ الحساء معه إلى المنزل. وعندما عاد، أسرع إلى الحمام وفتح صنبور حوض الاستحمام، ثم سكب فيه الحساء بالكامل. سارع بسحب الستائر وبدأ يهمس لنفسه بجمال الفتيات، وفجأة ظهرت يد خلف الستارة، فتجمد في مكانه من الخوف. ومع ظهور ظل شخص مبلل في الأفق، بدأ يبتلع ريقه بقلق. وعندما سحبت الستارة، اكتشف أن من خلفها هي شريكة موعده.